هو هندريك بتاع الاهلي اللي كان شبه رونالدو فين دلوقتي؟ في سنة 2015 النادي الاهلي تعاقد مع لاعب الماني برازيلي اسمه هندريك هيلميك. اللاعب ده كان مكسر الدنيا مع نادي جاره الفنلندي، واخر موسم ليه مع الفريق ده سجل 8 اهداف وصنع 13 في 36 مباراة، وبما انه لاعب خط وسط فدي ارقام ممتازة جدا. المهم بعد ما انضم للاهلي جات له اصابة بعدته فترة، ولما رجع شارك بشكل تدريجي وشارك في 4 مباريات فقط. بيني وبينك كده الكابتن فتحي مبروك ما كانش عاجبه اللاعب، وكان محمد رزق بيلعب مكانه. المهم ما كانش في قناعة تامة باللاعب، و4 مباريات فقط امام الاتحاد والجونة والمقصة والداخلية، ثم رحل عن النادي الاهلي علشان يرجع تاني للدوري الفنلندي، ولكن المرة دي لدوري الدرجة الثانية لنادي لاهيتي. ما كملش الموسم اللي بعده مع النادي ده وانتقل لنادي كوكولان اللي بيلعب في دوري الدرجة الثالثة الفنلندي. والموسم اللي بعده هندريك هيلميك يقرر الاعتزال وهو عنده 33 سنة فقط. قول لي الحلقة اللي جاية نتكلم عن مين من سلسلة حلقات هو فين دلوقتي؟